عجبت ممن يشتكي الزواج ويرغب عنه الشباب، والحق أن النكاح بعد الدين أفضل بابا، والسبب يعود بمشاكل الأزواج تركهم لبعض أمور دينهم وكثرة الشتم والسباب. فالأب حيران والزوج حيران والأم في خسران إن لم يكونوا قارئين للفقه كتابا. فأهل الدين في أمان من كل سوء، وبعيدين عن كل ما يكدر الألباب. فانظروا إلى أسلافنا كيف يعيشون عقودا من الدهر وفي أحسن الآداب. فمن أراد أن يسود أهل زمانه بالفضائل وينشئ جيلا يقوده للخير. عجبت ممن يشتكي الزواج ويرغب عنه الشباب، والحق أن النكاح بعد الدين أفضل بابا، والسبب يعود بمشاكل الأزواج تركهم لبعض أمور دينهم وكثرة الشتم والسباب. فالأب حيران والزوج حيران والأم في خسران إن لم يكونوا قارئين للفقه كتابا. فأهل الدين في أمان من كل سوء وبعيدين عن كل ما يكدر الألباب. فانظروا إلى أسلافنا كيف يعيشون عقودا من الدهر وفي أحسن الآداب. فمن أراد أن يسود أهل زمانه بالفضائل وينشئ جيلا يقوده للخير. عجبت ممن يشتكي الزواج ويرغب عنه الشباب، والحق أن النكاح بعد الدين أفضل بابا، والسبب يعود بمشاكل الأزواج تركهم لبعض أمور دينهم وكثرة الشتم والسباب. فالأب حيران والزوج حيران والأم في خسران إن لم يكونوا قارئين للفقه كتابا. فأهل الدين في أمان من كل سوء وبعيدين عن كل ما يكدر الألباب. فانظروا إلى أسلافنا كيف يعيشون عقودا من الدهر وفي أحسن الآداب. فمن أراد أن يسود أهل زمانه بالفضائل وينشئ جيلا يقوده للخير.